الأصل والمنشأ محافظة قنا في صعيد مصر. تربى وترعرع في القاهرة، ثم دخل كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان. تفوق وأصبح معيدا، ثم ترقى في السلك الجامعي حتى أصبح أستاذا، فوكيلا لكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، وعميدا لفترتين. مع ضيف اللقاء أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية التربية بجامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور هاني حلمي السيد. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقولي ايه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري، وبخفة دمي مصري. وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه، وكل مصر الله عليه. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، واللقاء يتجدد معكم ولاد البلد على الفضائية المصرية. برحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور هاني حلمي السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، وأستاذ التغذية وعلوم الأطعمة. أهلا بك دكتور هاني، وسعداء بوجود حضرتك معنا في ولاد البلد على الفضائية المصرية. أهلا وسهلا، ازي سعادتك؟ رحلة علمية ومهنية كبيرة ومليئة بالنجاحات. الأصل من محافظة قنا، ولكن ترعرعت وتربيت هنا في القاهرة. نعم. والبداية من النشأة، كيف أثرت النشأة على تكوين شخصية الدكتور هاني؟ حقيقة في بداية الأمر منذ يعني ولادتي في رود الفرج، وده كان مكان جدتي رحمة الله عليها للأم، جدتي للأم. ثم بعد ذلك كنا يعني نسكن في الهرم. حقيقة التأثير من حاجتين في بداياتي، من الأم والأب. الأم عندها يعني جلد وصبر وقوة، والأب كان أحن وأطيب واحد في الدنيا. أعتقد المزيج الجميل ده أكيد عمل تأثير كبير جدا في شخصيتي حتى الآن. أنت ولدت في القاهرة؟ ولدت في القاهرة، لكن الأصل وأصل الوالد أصل قنا. نعم. فده كان فعلا ليه تأثير واضح وفعال حتى وقتنا هذا، يعني إن الواحد ياخد من الأب خصال حميدة زي طيبته، وكان متصالح مع نفسه جدا ومع الآخرين، ولا يحمل حقد ولا ضغينة لأي إنسان. الأم كانت قوية جدا وحنيتها أخدت من المزيج ده. نعم. حنيتها دفينة لكن تظهر وقت اللازم يعني، لكن هي قوية وعندها إصرار وعزيمة، وهذا الخليط يعني أثر بشكل أكيد. أعتقد أن له تأثير كبير في شخصيتي حتى الآن يعني. نبدأ من أول محطة من محطات الدكتور هاني السيد، بما أن احنا بنتعرض في برنامجنا للسيرة الذاتية للضيف. كلية الاقتصاد المنزلي هي الكلية الأم لكليات الاقتصاد وفروع الاقتصاد في كل كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية. كيف كان الاختيار؟ يعني دايما لما نقول كلمة اقتصاد منزلي يتبادر للذهن أحيانا انها مثلا انها تناسب السيدات او الفتيات اكتر. صحيح. ولكن احنا نجد فيها اقسام برع فيها الرجال ويقبل صحيح. عليها الشبان، ومع التطور العلمي بنجد كمان في برامج خاصة ذات ساعات معتمدة. صحيح. هو لم يكن اختيارا، كان قدرا. كان قدرا، يعني فعلا احيانا تكون الاقدار المكتوبة واللي ربنا شايلها الانسان افضل بكثير من اختياراته. وفي بداية الأمر أنا كنت في المدرسة العسكرية الداخلية اللي كانت في الهرم، وقعدت فترة كبيرة جدا وأثرت في شخصيتي جدا طبعا. جدا. الاعتماد على النفس بشكل غير عادي، وكان حلمي الكبير إن أنا أكون ضابط في الجيش المصري. عملنا اختبارات في الكلية الجوية وإحنا في المدرسة في آخر سنة،
وكنا حوالي 154 فرد أو طالب جوه المدرسة، نجح منهم 4 في الكلية الجوية، كنت أنا منهم. ولكن لي ظروف معينة ما يعني لم أتمكن من أن أنا أواصل موضوع أن أنا أدخل الكلية الجوية، ودي كانت صدمة قوية جدا، وحسيت أن الدنيا كلها يعني وقفت قدامي يعني. لكن في كليات ظهرت قدامي حقيقة ما كانتش هي دي يعني ما قدرتش ان انا اجيب مجموع انا في الناحيه العلميه بحب الناحيه العلميه، العلوم بشكل جميل، واللغه الانجليزيه دي كانت اهتماماتي. الرياضيات ما كانتش يعني من اولوياتي في الدراسه. فالكليات اللي هي يعني كانت ايامها كل الناس بتفكر فيها، الطب والحاجات دي، فما جاتش، فبقيت الكليات عندي بقت سواء. وبالتالي رفضت ان انا ادخل كليات كتير جدا، وكانت اعتقد ثالث رغبه كليه الاقتصاد المنزلي. لما سالت قلت الكليه دي عباره عن ايه، كنت اول مره اسمع عنها يعني. ولما جت الكليه كنت يعني مش مبسوط. واتضح اني لما دخلت واخترت من سنه تانية التغذيه والعلوم اللي فيها، اتضح ان هذه الكليه على مستوى الوطن العربي وليس صحيح. مصر فقط، هي الكليه الام. الكليه الام لدراسات التغذيه في قسم التغذيه، في قسم مستقل يعني. دخلتها عن غير رغبه جارفه، ولكن رغبة. منذ بدات الدراسه والتعمق فيها عشقت هذا المجال. عشقت هذا المجال، وكان حد رحمه الله عليه يعني حد من جيراننا كان راجل صالح كده، فأنا كنت مكتئب وحزين إن أنا يعني لظرف ما يعني ما كملتش في الطيران، ودخلت الكلية وحاسس إنها مش هي مستقبلي. فقال لي يا ابني أنت حب ما تعمل هتصل إلى ما تصبو إليه يعني. وزي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني بينزل السكينة والسلامة على قلبي. صحيح. وخدت الكلمة ديت بقت حاجة قانون في ذهني حتى وقتنا هذا. طيب يا دكتور، انا هتوقف معاك عند النقطه دي، وهاخد من كلامك واطلع اسال الساده المواطنين في تقرير كده لولاد بلدنا الطيبين عن اهميه ان تحب ما تعمل. اذا دخلت في عمل وكان على غير ارادتك واردت ان تنجح فيه، فيجب ان تحب ما تعمل. نسال ولاد بلدنا عن هذه المقوله وعن مدى تطبيقها، ونرجع تاني نكمل مع ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور هاني حلمي. حب ما تعمل هي الصح نظرا للظروف الحاليه يعني، فانت لازم تدور على شغل. لقيت شغل حب شغلك ده. مقوله جميله جدا ومقوله حقيقيه فعلا، لان انا عشان احب الحاجه اللي انا بعملها لازم احبها قبل ما اعملها، عشان انا اكون اتقنت الحاجه اللي انا بعملها. والله هو الواحد لازم يعمل شيء هو يكون حابه من جواه الاول، هيبدع فيه. يعمل اللي هو العمل اللي هو لقاه او اللي هو حصل عليه، وهو مع الايام هتطور وهيعمل ما يحب ان شاء الله، هيلاقي اللي هو بيحبه بعد كده. يعني انا شايف الانسان يعمل ما يحب، لان الانسان لو يعمل حاجه بحب هيبدع فيها. حاجه كويسه جدا يعني. اكيد طبعا لو انا مش حابب الحاجه مش هعملها، وطبعا لما احب الحاجه هعملها بجديه وهعملها بجهد وهعملها بكل حاجه كويسه يعني. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود. كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود. ما تخليش حاجة توقفك، ما تسيبش الدنيا تكتفك، اقفل باب حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر. كل الحدوتة شوية مجهود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نواصل لقائنا مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هاني حلمي، عميد كليه التربيه النوعيه بجامعه الزقازيق، واستاذ علوم التغذيه او استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه. نعم. اهلا بك مره ثانيه يا دكتور هاني. دخلنا كليه الاقتصاد المنزلي، حبينا الدراسه،
عرفنا ان فيها بحر كبير جدا من العلم. المحطة التالية طبعا بعد ما يعني أنا كنت ضمن ال10 الأوائل في الكلية، ولكن في هذا العام لم يتم تعيين أي معيد في الكلية في هذا العام. وبعدين دخلت الجيش، وأنا في الجيش كانت التربيات النوعية بدأت تنتشر في الجامعات المصرية. فتحي سرور كان له توجه في أنه بعض التخصصات النوعية اللي فيها يعني نقص في المدارس، فبدأ كان وقتها الدكتور فتحي سرور وزير، فتح ساعد في فتح الكليات، وتقدمت في أكثر من كلية منها بنها والزقازيق، وحقيقة جالي التعيين في الاثنين في وقت واحد. واخترت الزقازيق يعني، وكملت فيها ودرست الماجستير والدكتوراه في جامعة المنوفية. يمكن عملت ماجستير كانت تغذية في المستشفيات، وكانت دراسة مقارنة للتغذية في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والقطاع الخاص. في دراسة مهمة وتطبيقية. نعم. تطبيقية يعني طبعا، حاجة ملموسة داخل المستشفيات. ثم بعد ذلك كانت الدكتوراه على حيوانات التجارب. كنت بشوف تأثير بعض النباتات لما لها من أهمية، وفيها بعض المواد الفعالة اللي هو نبات الرجلة. ما اعرفش الناس تعرفه، الجيل القديم عندنا في الصعيد وفي الريف عارفينه، موجود كتير نبات الرجلة. ده ليه فايدة يا دكتور؟ فايدة هايلة جدا، فايدة هايلة جدا. فكان البحث عبارة عن تجربتين في الدكتوراه على حيوانات التجارب، كان تجربة على السكر وتجربة على دهون الدم، وعمل نتيجة يعني هايلة ونجاح ملموس. طب بشكل عام من غير تخصص يا دكتور، نبات الرجلة مفيد للإنسان في إيه؟ أولا هو مضاد أكسدة عالي جدا، هايل. في مادة مخاطية بيسموها الميوسيلاج، دي أحد أنواع الألياف، ودي بالبلدي كده أنا حتى بقولها للولاد لما بدرس لهم، بقول لهم بتكلبش في الكوليسترول الزايد وتاخده تنزل بيه مع الإخراج، وبالتالي تقلل نسبة الكوليسترول في الدم. وده كنت بشوفه أثناء التجربة، وطلعت نتيجة ممتازة في البحث يعني. بعد الدكتوراه بدأنا في الخط العلمي بقى في الترقية لأستاذ مساعد، ثم الأستاذية طبعا في أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة. اشتغلنا حضرتك في البحوث بعد الانتهاء من الدكتوراه. حرصت ان يبقى البحث العلمي، انا يعني حاليا حتى الآن ما يقرب من 35 بحث علمي ما بين محلي ودولي أبحاث لحضرتك. نعم. وبعد الانتهاء فورا من الدكتوراه بدأت أشتغل للحصول على درجة أستاذ مساعد، لأن بعديها ب5 سنين من حقك تتقدم للترقية. وحقيقة نوعت الشغل، اشتغلت مع مراكز بحثية ومع جامعات مختلفة، يعني في مركز قومي للبحوث، في البحوث الزراعية، مع جامعات أخرى مختلفة. من جامعة المنيا كان لي أصدقاء واشتغلنا مع بعض، جامعة المنوفية، المركز البحوث الزراعية إلى آخره. وأنا أتذكر أنه في درجة الأستاذ مساعد قبل الترقية كنت نشرت بحث عن زيت مستخرج من النوى المشمش، وتم استخدامه بديل للزيوت العادية في تصنيع بعض الحاجات زي البسكويتات وكده، وكانت جايبة نتائج مهمة يعني. وكان خد أحسن بحث في المؤتمر الكيمياء الحيوي في كلية الزراعة جامعة القاهرة، أعتقد كان 2004. أحسن بحث يعني خدت تكريم عنه كمان. هو نشر في جريدة الأخبار أيامها، وكان استحسان لي وللناس اللي اشتغلنا فيه. يعني كان معايا الدكتور عادل جرجس، يعني من أستاذ الزيوت في مركز البحوث الزراعية. بيبقى مهم يا دكتور ان شباب الباحثين، يعني أستاذ مساعد في مرحلة الشباب، نعم، ان شباب الباحثين يكون لهم أبحاث ويكرموا عنها. نعم. أعتقد ان بيكون دافع على التفوق والبحث العلمي أكتر. يمكن دايما احنا بنقول في مصر ان اي بلد بتسعى للتقدم من خلال البحث يعني تشجع حاجتين اساسيتين، او تعتني او ترعى: الصحة والتعليم والبحث العلمي. صحيح. اعتقد دي قاطرة التنمية لأي بلد، واحنا شايفين مصر في الفترة دي. صحيح. في ظل الجمهورية الجديدة وقيادة سياسية واعية بنخطو خطوات واسعة. نخرج لفاصل أعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل تاني مع ضيفنا العزيز الدكتور هاني حلمي. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لأ عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية،
بالايدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس، واللي زارع واللي حارس. هي أحلى صورة لينا هي. أهلا بحضراتكم مرة تانية. دكتور هاني، بكمل معاك رحلة مسيرة طويلة مهنية وعلمية في محطة أخرى من محطات النجاح في حياتك، أو محطة نتوقف عندها. نعم. وهي مرحلة العمل والسفر إلى الكويت. نعم. يعني أنا بعد ما خلصت فترة البحوث لترقي درجة أستاذ مساعد يعني سافرت إعارة إلى الكويت، وحقيقة قضيت حوالي 10 سنوات في كلية التربية الأساسية. 10 سنوات دي نعم. فترة طويلة جدا، ويعني كانوا من أفضل سنوات حياتي داخل دولة الكويت. يعني اهتميت أيضا بالبحث العلمي وساعدت في إنشاء معمل بيولوجي في كلية العلوم الصحية مع بعض الأساتذة. نعم، في الكويت، ويمكن خدت شهادة من الزملاء هناك بخصوص هذا الأمر. اشتغلت معهم أعتقد بحثين أو 3 داخل المعمل، وكملت أبحاثي وأنا هناك. كان ما بين هنا ولما بنزل زيارة للقاهرة للجزء العملي. والحمد لله في الفترة المحسوبة لي للحصول على درجة الأستاذية خلصت فيها البحوث، وأنا برضو في الكويت ترقيت لدرجة أستاذ. نزلت وقدمت بحوثي وعملت المقابلة للأستاذية، والحمد لله تم الترقية. كان في 2012، وكان الدرجة الرسمية في الجامعة جات لي سنة 2013. بيقولون يا دكتور ان في السفر فوائد كثيرة. نعم. هل فعلا شعرت بان مدة سفرك او عملك في الكويت لمدة 10 سنوات كان فيها فوائد كثيرة؟ جدا. خبرات، تعارف جدا. يعني قول لنا. اولا شفت نظام هناك محترم جدا، في مناخ مختلف، كل دولة ولها مناخ علمي وتعليمي مختلف. يعني في تعليم كانت الساعات المعتمدة اشتغلوها هناك بشكل تقني وفي احتراف، وده ساعدني جدا لما جيت هنا اطبق الساعات المعتمدة في الكلية عندنا بشكل لائق. يعني لان دلوقتي اتجاه كله في مصر كل اللوائح حاليا بقت بالساعات المعتمدة. صحيح. فكان عاجبنا قوي ان دولة الكويت شغالة في هذا الامر منذ فترة، وكانوا ناجحين جدا، وكان في شركات يعني بتساهم في النواحي الإلكترونية وإدخال البيانات ومكان شؤون الطلابية اليدوية يعني. صحيح. يا دكتور لما سافرت الكويت لقيت ان في أرضية للأستاذ المصري، سواء الأستاذ في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الأستاذ الجامعي. المصريين منذ سنوات طويلة وهم يدرسون ويعلمون اخواتنا واشقائنا في الدول العربية. فلما رحت اكيد لقيت في ترحاب، في ارضية. نعم. للاستاذ الجامعي المصري. حسيتها ازاي؟ هو حضرتك لما رحت لقيت الجو مناسب والسيستم اللي هناك عجبني جدا بصراحة. مش انا لوحدي، كل المصريين اللي هناك ابدعوا ابداع غير عادي، وعملنا شغل هايل. طورنا في بعض الحاجات اللي هي في لوائح، طورنا في مقررات، عملنا كتب ليها مؤلفات حتى الآن 3 كتب في دور النشر في الكويت ومصر. وكانت فترة سرية مزدهرة وسرية جدا. وأنا كنت متخيل إن في الكويت هروح فهنسى البحث العلمي وهنسى بالعكس. استمرت رحلة البحث العلمي وخدت الأستاذية وأنا في الكويت. الحمد لله. وأنتجت 3 كتب قيمة جدا في مجال التغذية بمسميات مختلفة وأنا في الكويت. لما بيكون المناخ مناسب ممتاز. المصري بيبدع. إبداع. صحيح. إبداع والفرصة متاحة. طب اسمح لي نرجع للتخصص تاني. تمام. ونتكلم على النظام الغذائي اللي احنا دايما دلوقتي منتشر على السوشيال ميديا وفي كل برامج التلفزيون يتحدثون مع خبراء لوضع نظام غذائي معين. هل فعلا كل واحد المفروض يكون ليه نظام غذائي يناسب سنه، يناسب وزنه، حالته الصحية؟ يعني كأستاذ بقى متخصص في هذا المجال تفيدنا. هو طبعا ده لا شك،
ولكن لما بنيجي نتكلم مع بعض الناس او العوام بتاعت الناس بياخد الموضوع بيقول لي انا عايز يعني اجيب الاكل اللي اقدر اكله، مش هفكر بقى في النظام الغذائي. لكن هو ببساطه احنا كنا بنفكر، ودي نقطه هتتعمل قريب، بنعمل زي برنامج ازاي من البيئه المحيطه عندي ومن المكان سواء في الريف او في الحضر اقدر اخد من المتاح ليا واعمل وجبات غذائيه متكامله. ودي بتحتاج يعني دراسه وبتحتاج وعي، لانه عشان اكمل العناصر الغذائيه بتاعت الكربوهيدرات والدهون والبروتين والفيتامينات والاملاح المعدنيه، واني احرص على ان اخد الميه بشكل يعني دائم طول اليوم على فترات، دي محتاجه دراسه. لو مش متوفر عندي اخد ايه؟ بعض الناس بيقول اللحمه هي البروتين وبس، لكن لازم المدارك تبقى اوسع من كده. فدايما انا بقول للناس ما تتخضوش، تقدر تعمل نظام غذائي حتى لو على النظام اقل من غيرك، لكن في حدود المتاح. صحيح. احنا كان عندنا البدائل، عندنا بدائل. يعني انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه خالص. لو انا عملت او متاح لي ان انا اعمل طبق بصاره، الطبق الشعبي، الاكله الشعبيه الجميله، تمام، ومع شويه جرجير وبصلايه خضراء ورغيف عيش كده، انا واخد وجبه غذائيه متكامله، كل العناصر فيها، بروتينات ودهون والكربوهيدرات وخضره فيها فيتامينات واملاح معدنيه. يعني ليست الكلفه الماديه أبداً هي اللي تقدر تعملي نظام غذائي، لا هي بتسهل العمليه. وفي اطار الوعي الغذائي اسمح لنا نطلع نسال ولاد بلدنا الطيبين في هذا التقرير عن الوعي الغذائي. هنسالهم ايه اهميه ان يكون عندك نظام غذائي، ونرجع تاني نكمل مع ضيفنا الكريم. أهمية الإنسان إنه يبقى له نظام غذائي هيحافظ على صحته وهيحافظ على وزنه. أهمية الإنسان يكون له نظام غذائي للحفاظ على بنيان الجسم والحفاظ على صحته. أهمية الإنسان إنه يبقى له نظام غذائي بيحافظ على جسمه ويبقى رشيق، بيحافظ على الصحة العامة، وبيخلي الإنسان عمره بيبقى كويس في شبابه، ما بيعجزش بسرعة. أكيد هيساعده على إنه يعيش، وهيفضل عايش وصحته كويسه. بس هو ده اهم حاجه في النظام الغذائي يعني. فالانسان لازم يكون له نظام صحي، ولازم يبقى عامل نفسه بروجرام في الاكل والشرب. اهلا بحضراتكم والجزء الاخير من لقائنا مع ضيفي الكريم الدكتور هاني حلمي، عميد كليه التربيه النوعيه بجامعه الزقازيق. وفي محطه مهمه لازم نتكلم عنها في الجزء الاخير، وهي محطه توليك العماده لكليه التربيه، خاصه ان حضرتك توليت وكاله الكليه، ثم اخذت فتره العماده، اخذت فترتين، فتره عماده اولى وحاليا في الفتره الثانيه، حققت فيها طفرات. كل منصف او متابع طبعا احنا بنقرا السيره الذاتيه وبنبحث، لان حضرتك عملت نجاحات كثيره جدا في كليه التربيه النوعيه بجامعه الزقازيق. هذه المحطه ماذا تمثل لك؟ هو حقيقه بعد ما يعني رجعت من الكويت كان ليا الدماغ تانية خالص، ولكن اتغيرت كل الخطط. يعني انا كنت عايز ارجع واكمل في شغلي، انا حابب نظام التغذيه وكنت هكمل فيه. كنت هتعمل بيزنس يا دكتور؟ ممكن بيزنس، ممكن بيزنس وممكن لكن الحياه الجامعيه خدتك تاني. يعني اول ما جيت انا رجعت من الكويت 2016، في نفس السنه اللي رجعت فيها تم تعييني وكيلا للدراسات العليا. وفي اخر يوم للدراسات العليا في الفتره الاولى طلع لي قرار للعماده في الفتره الاولى عميدا للكليه. حقيقه كان الموضوع مش في ذهني خالص ولا مترتب له ابدا اني امسك اي منصب داخل الجامعه يعني، ولكن وان حدث فعملنا كل اللي نقدر عليه في سواء في الدراسات العليا او في فتره العماده. النجاحات دي هي اللي ادت ان حضرتك تختار من قبل اداره الجامعه لتولي العماده لفتره ثانيه. فتره ثانيه بنكمل فيها الجزء اللي بدأناه انا والزملاء الافاضل من اداره الكليه، سواء الوكلاء ورؤساء الاقسام او الساده اعضاء التدريس. والمقوله الشهيره اللي قلتها لحضرتك انا مؤمن بيها جدا، لا للمركزيه في اي عمل
هناك لا مركزية مع جزء من المركزية. ايوه. ولا مش مركزية مطلقة ولا مركزية مطلقة. هل تؤمن سيادتك بمقولة الإدارة بالحب مع الحسم في لحظات معينة؟ دي إدارتي. أؤمن بها جدا، ولكن هي حساسة خالص، يعني عايزة شعرة، هي شعرة معاوية زي ما بيقولوا. الإدارة بالحب هي اللي بتوصل للشخص إنه يبقى بمثابة قائد. صحيح. والقائد دائما ما بيبقاش منعزل عن الناس، هو في وسط الناس. صحيح. دي بتحسس الناس بانه في اطمئنان وفي امان، وده اللي بحاول امشي بيه في الكليه. الحمد لله رب العالمين، يعني من حواليا والناس اللي يعني مديني الاحساس ان الدنيا كويسه، وانه في تقدم، وان في، واتمنى ان انا يعني اكمل لغايه ما نوصل بالكليه للهدف المنشود ان شاء الله. الله. واخيرا دكتور هاني، في حياه كل منا اشخاص بيكونوا ملهمين مؤثرين في حياته، سواء على المستوى الشخصي او المستوى المهني والعلمي. نعم. تتذكر مين في نهايه حديثنا كده وتبعث له بالتحيه، سواء كان حيا او لروحه باذن الله؟ يعني حقيقه هم اناس كثر يعني، بس انا عشان وقت برنامج سعادتك انا مش هقدر اذكر كل الناس، لكن في البدايه على المستوى الشخصي زي ما قلت لحضرتك، فعلا التاثير الاساسي والاولي والنبتة الأولى من الوالدة والوالد، يعني رحمة الله عليهم، لأنه أي حاجة بتحصل لي في حياتي فيها استحسان أو في ثناء عليا أنا بترحم عليهم، لأنهم ليهم دور كبير جدا. على المستوى المهني في ناس كتير جدا، إذا سمحت لي أذكر عدد منهم. يعني أستاذتنا أستاذ التغذية والعميد الأسبق رحمة الله عليه الأستاذ الدكتور عطيات البهي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي وأستاذ التغذية الكبيرة، واللي تعلمنا على إيد معالي العميد رحمة الله عليها، يعني عليها رحمة الله. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عطية رحمة الله عليه، الأستاذ الخلوق المحترم المؤدب المتواضع، اللي قعدنا ننهل من علمه ومن تواضعه ومن أخلاقه، وبنحاول نقلده حتى وهو في رحاب يعني ربنا سبحانه وتعالى. ثم أستاذتي وكانت معي في الماجستير والدكتوراه أستاذة الدكتورة ليلى توفيق رحمة الله عليها. هذه السيدة كانت تجمع ما بين الخلق والعلم الغزير، وكانت درست في أمريكا، وتعلمت منها حاجات كتير جدا جدا. حتى وقتنا هذا أنا بعامل طلابي بما تعلمته من أساتذتي فرحمة الله عليهم. الأساتذة كثر، ويمكن لو حد دي بعض النماذج حد يعني. لو سمعنا هيزعل، لكن فعلا لو الوقت متسع انا اقدر اذكر ناس كتير اثروا في شخصيتي وما زالوا ياثروا حتى الان يعني. دكتور هاني، اكيد بنتاثر ببعض الشخصيات اللي بتمر في حياتنا، مش تمر فقط ولكن بتترك اثر، بيكون لها اثر في حياتنا العلميه وحياتنا الشخصيه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني، شرفتنا ونورتنا، ونتمنى ان تدار كل مؤسساتنا بالحب، الحب ومع الحسم في بعض المواقف لانه مطلوب. صحيح. الأستاذ الدكتور هاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، نتمنى لك كل توفيق في الفترة القادمة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، مع شخصية جديدة وضيف جديد من خلال ولاد البلد على الفضائية المصرية، لكم مني أرق التحيات وأطيب الأمنيات.